هل إيه. ستكون الصحراء مغربية وهي يعني قضية عالقة منذ ال75؟ هي قضية عالقة. لماذا عالقة؟ لماذا عالقة؟ هنا السؤال موجه ليك. هل القضية عالقة بسبب الجزائر؟ البوليساريو أين ما يوجد البوليساريو؟ خلينا من البوليزاريو، خلينا القضية موجودة في الأمم قلت لي المتحدة وفي اللجنة القضية العربية. موجودة في الأمم المتحدة. لماذا عالقة؟ البوليساريو أين هو متواجد في هذه اللحظة التي نتكلم فيها؟ تما راك باغيني نقول لك على انه البوليزاريو متواجد في تيندوف. هذه هي الهضره اللي راك ماني باغي والو، راني نسأل فيك. أنت قلت لي بأن القضية عالقة، احنا حابين نحددوا الأسباب اللي تخلي القضية تبقى عالقة. البوليساريو أين يتواجد؟ البوليزاريو في ارضه، في الجمهوريه الصحراويه الشعبيه عاودي نتوما بعتو تندوف وما خبرتونيش. ما على باليش، ربما انت راك ماكش مطالع، ماشي انا. وكتاش سلمتوا السياده تاع تندوف البوليساريو؟ البوليزاريو او الشعب الصحراوي متواجد في ارضه، قلت لك في الجمهوريه الصحراويه الشعبيه المسلمه وليس في تيندوف. وعاصمتها الرابوني. هذا واش راك باغي تسمع؟ والله راه حيرتني يا صديقي. دونك البوليساريو راه في ارضه. راه في ارضه طبعا. لا حول ولا قوة. نعطيك سؤال خفيف. هذه انا شوف، واجبني على حساب عقلي. نقول لك واجبني على برك. حساب عقلي. انا عامل المخزن. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. أصدقاء ديالي، إذا كنت أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناة، كذلك تفعلوا أخوتي الزر ديال الجرس، لايك الفيديو، بارطاجيو أخوتي الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. أصدقاء ديالي، جبنا لكم مقاطع جديدة، مقاطع تستحق الدعم والمشاهدة. بلا ما نطول عليكم أخوتي، ندوزو نشاهدوا هذا الفيديو الجميع. نتوما حكموا، كذلك اكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهاية الفيديو. انه الاداره الامريكيه او دونالد ترامب يملي على محمد السادس ما يقوله تجاه دوله يصنفها كعدوه او دوله عنده نزاع معها، ربما لفائده غير معلومه. هذه هي الترجمه الفكره. صديقي، مرة أخرى راك كثرت من الرسوم المتحركة. راهي علاقات دولية، راه واحد ما يملي على واحد، راه ماشي واحد كاع. راك توجه لسبب خارج الموضوع وخارج الاطار. خليك من اللغه تاعي وخلينا في الموضوع. كيفاش سبب خارج الإطار؟ لو كان تقرا الموضوع تتكلم خارج بالسطحية. الاطار، انا نعلق لك على نقطه تروح لي تقول لي راك تتكلم كيما سبيستون. هنا واش راك لانك دير؟ ماكش اصلا لما تقول دونالد ترامب يملي على الملك، كيما احنا تسمع وانت فهمتها ماشي انا. السي عبد الفتاح السيسي راهو عامل امريكان ويمليو عليه كذا وكذا وكذا. هذه خطابات تاع ولاد صغار. راهو في العالم تاع اليوم الامور لا تسير بهذا الشكل. وهذه قضيه الانبطاح وقضيه فلان يملي على فلان، راهي ترهات لا معنى لها، صدقني. راهو كل بلد عنده هنا معنى لها. دوك نقول لك وراه المعنى. هنا لما تتكلم لي انت على نقطه اليد الممدوده وايجاد الحلول وفك النزاع وكل شيء، هنا واش راك باغي تقول انت؟ مثلا راك باغي تقول زعما راهم يحوسوا على حل. هذه هي اللي فهمتها انا، فهمتني؟ دروكا انت انا نطرح، خلينا نتوجهوا لنقطه اخرى او شطر ثاني افضل. دروكا اليد الممدوده، انا لما يعني نجي نجيد او اجيد حل لهذا النزاع واقبل اليد الممدوده ونرجع العلاقات ونفتح الحدود ونولي عندي معاملات اقتصاديه معاك وما و و و و و اين هي الفائده بالنسبه لي انا كجزائري او كمسير للدوله الجزائريه؟ الفائده في اليد الممدوده. السؤال واضح. الفائده في انه الجزائر تستجيب لليد الممدوده. هذا هو المقصود تاعك. راهي ما لا وجود ليد ممدوده اصلا. راني هذا واش قاعد نقول لك. راهو الخطاب راهو خطاب براغماتي. معناتها الملك المغرب يقدم نفسه في صوره معينه.
وهذه هي السياسه. راهو ماهيش كيما درك، وهذه كل دول العالم، كل الدول اللي تحاول انه تكون عندها صوره، عندها ممارسه عاديه في العلاقات الدوليه. ما يتكلموش كيما عبد المجيد تبون يقول لك احنا المواقف تاعنا تحددها انه الجزائر عندها 5,630,000 شهيد يا اخو. ماهيش هكا تمشي الامور. هذا الخطاب المتخلف والخطاب العنجهي عندنا في الجزائر فقط. ملك المغرب يمارس في السياسه في الاطار تاعو هو، في اطار المؤسسه تاع المغرب، في اطار المؤسسه الملكيه في المغرب، ويقدم رسائل تبين بأن المغرب هو يطرح مبادرات، هو يريد حلول، في وقت أنه الطرف الآخر أو العالم الآخر كما سماه هو في مرحلة ما يعرقل، وفي وقت العالم الآخر راهو يسب ويشتم وراهو يتهجم. هذه هي الصورة. معناتها هو ينحي على نفسه الصفة تاع أنه هو المتسبب في الأزمة هذه، وأمام الإدارة الأمريكية التي تريد حل في المنطقة يقدم أيضا نفسه كعنصر تاع حلول، وعنصر تاع أنه يريد الحلول للأزمة هذه تاع الصحراء وللإشكاليات الموجودة في شمال إفريقيا. خلصت الحكاية. لكن اليد الممدودة ما اليد الممدودة. احنا لو كان استجبنا اليد الممدودة، لو كان استجبنا لها منذ سنوات وكتحكي لي على الفائدة، لو كان رانا تخلصنا من المسألة هذه تاع الصحراء اللي استهلكت ملايير الدولارات من أموال الشعب الجزائري. صح. خلينا من قضية الصحراء، ما تربطليش نقطة بنقطة. خلينا نتكلموا في اليد الممدودة. أنا سؤالي واضح وضوح الشمس. راه اليد الممدودة على قضية الصحراء، راه العاهل المغربي كان يتكلم على قضية الصحراء كي قال اليد الممدودة. واش راك تحكي أنت؟ اليد الممدودة حول قضية الصحراء. يعني لازمك صديقي، لازمك تسمع، لازمك تبحث، لازم ما تاخذش حاجة مجردة، عنصر هكا تاخذه في الفراغ. أو كاين امور محيطه بها، كاين سياق كامل انت راك لا تتجاهله بل تجهله اصلا، وهذه راهي اشكاليه. صح. نفترضوا مثلا انه اليد الممدوده راك تقول حول الصحراء، نفترضوا انه احنا قبلنا اليد الممدوده، هل ستكون الصحراء مغربيه؟ الصحراء اليوم من فيها اصلا؟ يا اخي سؤال من فضلك، واجبني حسب السؤال. نقولوا احنا ما عندناش مشاكل مع المغرب، هل ستكون الصحراء مغربيه وهي يعني قضيه عالقه منذ 75؟ قضيه عالقه. لماذا عالقه؟ لماذا عالقه؟ هنا السؤال موجه ليك. هل القضيه عالقه بسبب الجزائر؟ البوليساريو اين ما يوجد البوليساريو؟ خلينا من البوليساريو، خلينا القضيه موجوده في الامم المتحده. قلت لي القضيه موجوده في الامم المتحده، لماذا عالقه؟ البوليساريو اين هو متواجد في هذه اللحظه التي نتكلم فيها؟ تما راك باغيني نقول لك على انه البوليساريو متواجد في تيندوف. هذه هي الهضره اللي راك ماني باغي والو، راني نسال فيك. انت قلت لي بان القضيه عالقه، احنا حابين نحددوا الاسباب اللي تخلي القضيه تبقى عالقه. البوليساريو اين يتواجد؟ البوليساريو في ارضه، في الجمهوريه الصحراويه الشعبيه عاودي نتوما بعتوا تيندوف وما خبرتونيش. ما على باليش، ربما انت راك ماكش مطالع، ماشي انا. وكتاش سلمتوا السياده تاع تيندوف للبوليساريو؟ البوليساريو او الشعب الصحراوي متواجد في ارضه، قلت لك في الجمهوريه الصحراويه الشعبيه المسلمه وليس في تيندوف. وعاصمتها الرابوني. هذا واش راك باغي تسمع؟ الله راه حيرتني يا صديقي. دونك البوليساريو راه في ارضه. راه في ارضه طبعا. نعطيك سؤال هذه انا شوف، نقول لك انا عامل المخزن وما قلتش بان البوليساريو في ارضه. والله ما ننطقها هذه. صح معليش، انا نعطيك سؤال صغير واجبني على حساب عقلي. انا شغل كما يقول لك ارواح لي. البوليساريو في ارضه. صح. لما كانت الصحراء تحت حكم الاسبان، نتكلم لك على الحقبه اللي ما قبل 75، وراهم المغرب راه يقول لك احنا مملكه 14 قرن، ويقول لك الدوله تاعنا كانت تمتد الى ما غايه نهر السنغال. هذا يدل على انه الصحراء
حتى في ظل الحكم الإسبان كانت من قبل مغربية. لماذا المغرب لم يطلب بأرضه في يعني في وقت الاستعمار وفي وقت لما كانت الصحراء تحت حكم الإسبان؟ واجبني برك على حسب عقلي. لأنه الملك محمد الخامس رحمة الله عليه سنة 1956 عوض ما يروح يطالب بالأراضي تاعو قال لك والله غير عندي جيران. هو كان عنده عاطفة وقال لك نسبق الجيران حتى على القضايا اللي تهم المغرب ونطالبوا باستقلال الجزائر ونفتحوا مصانع الأسلحة ونستضيفوا جيش الحدود وندعموا الثورة التحريرية وخرجوا حتى مظاهرات في مكناس وماتوا مغاربة وخرجوا مظاهرات في الرباط والمغاربة باعوا الجلود تاع الكباش باش يدعموا الثورة ومحمد الخامس التزم ما التزم واستقلت الجزائر ومن بعد احنا طعناهم في الظهر. يعني المغرب هو اللي جاب لنا الاستقلال هكا. رحت المقام الشهيد ولا ما رحتش؟ رحت المقام الشهيد طبعا. واش كاين في تما في احدى النصب التذكاري اصدقاء الثوره منهم اصدقاء الثوره الجزائريه؟ ربما انا ما قريتش الاسماء ولكن هناك لائحه طويله هناك. لائحه طويله واغلبيه الساحقه منهم من اي بلد؟ هل يوجد في النصب التذكاري اللي راك تتكلم عليه على انهم مغاربه؟ هل يوجد مكتوب؟ لا طبعا لا. صديقي راك انت كي رحت عوض انك تشوف النصب التذكاري كنت قاعد تجطر كي الحيوان كما راك تجطر الان وما ركزتش في النصب التذكاري ماذا فيه. يسمى يعني المغرب ساعدنا في الاستقلال. انزل صغيرا على الماكله القذاره مسكين ما فهمش خلاص واش راني نقول له. كشغل انت واحد راك تمسح به في الارض هو راه قاعد يركز فاش راح يقول من بعد. حب احمص في الراس ما كان الصراحه. كارثه. في ارضهم. السلام عليكم خوك مغربي ما تقول لي كلمات وغادي نهبط. انا عارف اول مره كنطلع. وعليكم السلام. اسمح لي. شكرا. وعليك السلام خويا. اول مره كنطلع في لايف في جزائري محترم وهو انت كنشوفك سميتو ولاني غينتقدوني بعض المغاربه ولكن ماشي مشكل. انا بغا نعطيك رساله خويا شوقي اللي باقي ما عرفوش هذا اللي كان طالع هذا بوق ديال الكابرانات وباقي ما عرفتش واش دخلني فيه. انا بوق ماشي بوق انا بالي واش راني ندير. دوك انت كي تطلع هكا ماذا ستستفيد الامه من كلامك؟ ولكن ان شاء الله يكون عبد المجيد تبون شخصيا راه بدل الصوت وراه طالع. كيسكو سافا شونجي؟ راه انسان يعبر على امور. راني انا اقوم انا متكلف باموري على بالي واش راني ندير في حياتي. لا عارف سا سيغ ابسوليومون اريان. سا سيغ انا عارفك يا شوقي. انا عارفك بلي كتوصل لي من الرساله بطريقه فنيه. شكرا لك صديقي. كلمه شكرا لك. ها من اللي يقلقوني انا راني بيان. هاو الكاس تكسر باسكو تقلقت. هادو يقلقوني اون توت اونيتي. هذا يقلقني انا. تربيه بيوت الردينه ما يقلقونيش. الناس اللي حب حمص في الراس ما كانش ما يقلقونيش. هادو صندوق. هذا هو اللي تبدا هذيك عندي واحد العفسه هنا يبدا تطلع القلقه هكا وجي اونفي نخبطو. تعرف لو نسكت خير ماشي نخبطوا. الناس راه يتراقب الحاله مسجله يقول لك راه يدعو الى العنف ومع سلميه. كيفاش هذيك تاع ماشي تاع البوذيين تاع اليوغا هذيك كيفاش يقولوا هذيك سلميه. راني ضد العنف خاطيني المشاكل ونضرب ما نحوس. راني انسان مهدد اتعرض الى تهديدات. رانا حابين غير السلام. راني
نقدم في اليد الممدوده للناس هادو باش ما تزيدوش تطلعوا عند جدي رجاء. جي با بوزوان باش واحد تطلع تعطيني ولا تقول لي فلان ولا جو جير تري بيان مي تروك. شكرا لك. العالم تاع كوبا هذا لا راني إيه؟ غلط؟ في عالم كوبا. مساء الخير. مساء النور. مرحبا. الله من يسلمك. من الجزائر ولا من كوبا؟ من كوبا ومن الجزائر. وانت العالم عندك اللي راك جنس دايره تاع عندك الجزائر جنسية ولا كوبية؟ بغض النظر واش عندي. انت اه راك عالم الجزائر ولا حط عالم واحد اخر؟ لا راني حط العالم تاع تعرف انت الهوية سقسيتني على العالم تاع كوريا كوبا، اني رديت عليك. إيه. انت واش وانا من راح عالم نرد عليك. تفضل. عالم واش؟ عباليش سقسيتك. ما قلتش كلمة درك قال كلمة ولا لا 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 انا غلط. راك غلط. دقيقة بالك انا ساعة موسوس. راك موسوسك غلط، ما قلت والو. اصبر نشوف قلت راني التعليق. قلت لك قلت. لا نشوف التعليقات برك. انا كون قلت كنت نقول لك راني قلت. اوكي دونك هذا العلم تاع الهوية الأمازيغية. تقصد لو بربر. فوالا بارك الله فيك. امازيغ بربر كواكو بربر كانوا يقولوا علينا لأنه لي اسم الأمازيغ اسم جديد. اسم الامازيغ اسم جديد. لو بربر باسكو احنا في الجزائر عبارة عن قبائل، صح؟ عرب، امازيغ. قلقك الاسم انت صديقي. وانت قلقك العلم تاع كوبا. لا دقيقة درك انت قلت لي امازيغ اسم جديد، بربر اسم قديم. قبيلة البربر اللي هم خوتنا القبائل. منين جات بربر الكلمة، الاصل تاع الكلمة كي جات من انا ملي اللاتينية؟ كبرنا في الجزائر نعرف لو بربر هما خوتنا القبائل. باسكو القوم اللي من الزوجي جلب جايه. نو هي على بالك باللي اصلا العبارة المسيئة لنا احنا شويه، ولو انه انا نستعملها عادي لانه التاريخ تبدل. لانه بربر كانوا يقولوا علينا دي باربار، لانه الناس هذاك الوقت الحضارات الاغريق مثلا الاغريق كانوا يعتبرون كل اي قوم خارج عنهم بانهم دي باربار، بانهم برابره. بصح اهل القبائل خير وبركه، تروح يرحبوا بك ويحطوك فوق راسهم. واش راك تخلط انت؟ اللي نحكي له على التاريخ وهو يحكي واش لي تحكي التاريخ. خلي يقولوا واش انت قلت كلمه امازيغ جديده قلقتك. انا قلت لك الكلمه اللي تستعملها انت بربر. ما قلقتنيش، انا سالتك فقط، ما قلقتنيش. علاش قلت لي قلقاتك؟ ما قلقتنيش، انا قلت لك اسم جديد فقط، هذا ما كان. حاب نموفون. اوكي دونك رانا اتفقنا. انت مداير العالم تاع كوبا، انا مداير العالم. انا سالتك على العالم تاع كوبا لانه جاتني. انا علم بلادي هو الجزائر وافتخر فيه، والقبائل كلهم على راسي اللي في الجزائر خيوتي صديقي. افتخر بمن تشاء. انا واحد وهذا علم كوبا انا حاطه علم كوبا لاني عندي بزنس في كوبا لا اكثر ولا اقل. وناس طيبين وخير وبركه. الله يبارك ويدعموا الجمهوريه العربيه الصحراويه الموجوده في تندوف. الله يسهل عليهم، يدعموش يحبوا يدعموش كيما امريكا تدعم في هذاك البوصبع الازرق، والمروكي يدعم في هذاك البوصبع الازرق، وهما كانوا يدعموش يحبوا. امريكا تدعم شكون؟ دابا مانيش حاب نخسر لك اللايف تاعك. هاك على بالك شكون اللي راهم يقتلوا خيوتنا في غزه؟ قلت امريكا تدعم بوصبع الازرق. يعني بوصبع الازرق هو اللي ينتخب في الانتخابات؟ لا مانيش نحكي على بوصبع الازرق تاع اللي شيت. على من تحكي؟ نحكي على بني صهيون. تحكي على اسرائيل؟ ما يسمى بدولة اسرائيل بين قوسين. انت لا تعترف باسرائيل؟ انا حرية تعبير. ما كنت تعترف انت ديمقراطي؟ لا. وتعترف بكوبا؟ كوبا دولة ليست محتلة. والجزائر دولة. الجزائر دولة.
واسرائيل ليست دوله. اسرائيل جابوهم من دول شمال واسمه اوروبا الشرقيه وحطوهم لتم، صديقي وبريطانيا هي اللي عطات لهم هذيك الارض. علاش نديروا تضحك؟ مثلا مانيش نشوف في حاجه تضحك، باسكو عادي. تاريخ هذا درسونا فيه اوكي وحقيقه نو درسوك فيه. اوكي دونك حقيقه ماشي درسونا فيه. اسرائيل ولدت سنه 1900 ما يسمى بدولة إسرائيل توجور دير ولدت سنه بين قوسين، فهمت؟ ولدت سنه ما على باليش وين ولدت. اوكي 1948. والجزائر ولدت سنه. الجزائر من زمان خويا العزيز، من زمان. من زمان. لا 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 ما تقوليش المهم، انا نحب نفهم القضايا هادو، راني عندي شويه لبسه باش يفهم باش تفهموا لي بالسياسه. ماهوش هذا السوجي تاعنا فقط. دونك الجزائر سنه 1962، اسرائيل 1948. خونا راهو يقول لنا اسرائيل ماشي دوله والجزائر دوله. اسرائيل قوه نوويه والجزائر قوه في الطوابير. اسرائيل ماشي دوله، الجزائر دوله. راك حاقد على بلادك، هذاك شيك بينك بين الدوله تاعك، الله يسهل عليك، فهمت؟ درك انا نحترم الراي. حاقد على بلادي لاني قلت اسرائيل قوه نوويه. حقد على بلادك نهار ربي وانت تسب وتطيح وتخسر الناس اللي يطلعوا معك. نطيح الراي والراي من طيحت السيد اللي كان معك دوك خسرت له. واش قلت له؟ ما سمعتش واش قلت له. ما سمعتش. خسرت له والسيد ما تحلبش ومن بعد هبطته. علاش خسرت له؟ واش دار؟ بغض النظر واش دار وقال رايه نورمالمون تحترم. كيفاش بغض النظر؟ واحد هو ما احترمنيش وما احترمش الناس اللي راهم يسمعوا فينا. ما غلط عليك والو، راهو ياكل. وراني قلت له في بدايه اللايف انك لما تاكل هذا الامر غير اخلاقي. زاد عاودها قلت له راك تجطر مثل البقره. هذا وصف لتصرف غير اخلاقي. والبقره كل الاحترام للبقره اللي هي حيوان عنده فائده. هل سبيته بعباره نبيه؟ لا. وصفت الممارسه الغير اخلاقيه التي قام بها امام ما على باليش قدام بنادم يسمع فينا. دونك لازمك تحترم الناس حتى نحترمك. تقول انني طيحتك، كيفاش طيحت له هذا؟ وكيفاش طيحت للناس؟ اوكي انت واش رايك في دوله اسرائيل هذه والشيء اللي راهم يديروا فيه في خوتنا القبائل الفلسطينيين؟ قبائل قلنا الفلسطينيين واش داروا اسرائيل في خوتنا القبائل؟ ما تكونش جايح واسمك اذا حبيت تهضر. اذا انت قلت اسرائيل داروا في خوتنا القبائل. لحظه، كاين ناس يعني فهمت زلت اللسان تاعك. داروا في خوتنا القبائل ماشي اسرائيل، اسمه النظام الجزائري. 1963 قتل الجماعه تاع جبهه القوى الاشتراكيه. 1980 تعداو على شابات قبائليات في الاقامات الجامعيه. 2001 128 شاب قتلهم. ما عنديش دليل. يزيد زرهوني ما قالش على ماسيني ساقرمح الله يرحمه سيتان فوايو. قل لي واش داروا اللسان تاعك انت من السجاده هذا كشفت باسكو كزلت اللسان تاعك كشفت عن شيء. يعني قلت لك مع الاول انت طالع مقلقك هذا، ومن بعد قلت لك القبائل دار فيهم النظام الجزائري. قلت لي ما عندكش دليل. كيفاش ما عنديش دليل على 128 اللي قتلوهم ونكلوا بهم؟ الى الرياضي هذاك اللي التقى مع كيليان مبابي اللي ما عندوش عينيه وصار رياضي كبير. اسمع هذاك القبائل انا راهم صحابي وناس ملاح معايا. شكون نحالوا عينيه؟ شكون طير له عينيه؟ لو سبورتيف. وتحيا الجزائر وراح تظل عاصيه على العملاء والخونه فقط لا اكثر ولا اقل. ديجاج بيك وبالعنصريه تاعك. انزل صغيرا قذاره. شفتوا العقده تاع القبائل؟ انا قلت لكم انا كي نبدا ندير في الرقيه ديها من عندي. اخي ما كان حتى شيء يوضح في البدايه تاع الكلام تاعو بانه رايح للطريق هذه.
كي يجيو يوصلوا للقبائل يوليو الحقد الدافين تاعهم يخرج. قال لك ما كانش دليل انه النظام الجزائري دار في منطقه القبائل. اللايف راه بدا يتبلوكا، جوبونس تيك توك راه راح يبعثنا موضوع. انا من الشرق حابني ننطق غايه كما الغرب. ما ولو انه اللكنه تاعك ماشي تاع شرق، معليش ما يهمش. منين اللكنه تاعي؟ اللكنه تاعك مختلطه، يعني شويه عندك لهجه الغرب مخلطه مع تاع الوسط، ما نقدرش. انا عندي لهجه الغرب. دروك راك تهضر. هذيك انا عندي لهجه الغرب، دروك تكلمت كيما الشرق. المهم على كل حال انا كلنا جزائريين، يعني شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال لا يهم. عندي اللهجه تاع تلمسان بالك. لا علاش لا. اذا ندخلوا في صلب الموضوع احسن. خلينا صديقي نغلق لك الميكروفون كي تكون تتكلم مع الناس. راهي القواعد الاساسيه تاع حسن التربيه، يعني ما نقولش حسن التربيه، القواعد الاساسيه تاع تكون بنادم ما تتكلمش مع الناس وتلمط وتاكل. كمل جطر كالبقره ومن بعد عاود افتح الميكروفون وتكلم، ولا نعطيك 10 ثواني وتبين اخلاقك. بصح الكلام في الميكروفون راهو امر غير راك تمد صوره سيئه على التربيه تاعك. هل التربيه الناس كامل الكلام؟ نعم، سواء نشوف الدين يقول لك باللي الامر غلط اذا خاطئك الدين، يعني حسن الاخلاق في الدنيا دين على انه لا تتكلم اثناء الاكل. ما كانش حاجه في الدين تقول لك بانه ما تتكلمش اثناء، يعني ما تجطرش وتاكل. الفكره يعني لازم انت يكون عندك انت، لانك انت اللي قلتها لي، تسمى انت اللي تجيب لي ماشي انا. صديقي اللحيه تاعي راهي شكل فقط، راني مانيش الشيخ شوقي بن زهره، راني نقول لك دينيا سواء الدين الاسلامي او ديانات اخرى. تعرف البوذيين نهار تكلمت معاهم يقول لك لما هما يجلسوا في الطاوله باش ياكلوا قدسيه انه واحد ما يتكلم لما يجلسوا مع بعضهم البعض. هذو البوذيين. مع انت لما نقول لك الدين او اي دين ينبذ هذا الفعل ودنيويا. قادر انا معاك هذه خلاص ماكش راح تناقشني في قضيه مثل هذه. انت قلت لي ينبذ وانا قلت لك اعطيني اي حاجه، يعني انا راني نتعلم منك، اعطيني ما يثبت على انه ينبذ. هذا ما كان ما لا يثبت حتى اذا الدين لا حتى اذا دينك لا يقول ذلك. ما على باليش واش الديانه تاعك موجوده ايضا الممارسات يعني الدنيويه، انك طالع مع ناس مداخله معنا. تفضل اذا ما عندكش تسامحنا ولا تبين اخلاقك في 10 ثواني وننزل. راح نعدها على انه هروب تكتيكي. معليش نروح ندخلوا للموضوع. وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك، اشتراك في القناه، كذلك فعلوا اخوتي الزر ديال الجرس، بارطاجيو اخوتي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا اخوتي ونستمروا في نشر المزيد من المقاطع في هذه القناه الاصدقاء ديالي. فغنهضروا عاود شي شويه على التألق ديال فريق الجيش الملكي هذا الموسم هذا في دوري ابطال افريقيا. قدم مستويات كبيره وتأهل عن جداره واستحقاق المباراه النهائيه. فكنتمناو
ان شاء الله اللقب يكون من فريق الجيش الملكي. كنا كنتمناو كذلك اولمبيك اسفي يتأهل، ولكن بان على ان اولمبيك اسفي غير قادر باش انه يوصل للفينال، خصوصا الاداء اللي قدمه في المباراة الاياب، فاداء صراحة باهت ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري. على العموم فريق الجيش الملكي كما قلت غادي تكون عنده مباراة الذهاب ببريتوريا بملعب سان داونز، وحنا عارفين اخوتي سان داونز كيلعبوا في واحد التوقيت ديال الظهر، يعني الجوج او الوحده ديال النهار، يعني التنطينه ديال الشمس يعني بالعاني باش كيلعبوا بهذا التوقيت هذا. ورغم عندهم الاناره عندهم كل شيء، ما عرفت جنوب افريقيا علاش كيلعبوا بالضبط مع الجوج النهار. يمكن كيلعبوا باش يدير واحد الارهاق للفريق الخصم. يعني انا كنشوف فريق سان داونز فريق يعني فريق يلعب كره جميله، يعني ما محتاجش هو هاد القضيه ديال يعني فريق محترف، فريق عنده تبارك الله على كره جميله كيقدم. فما كنظنش انه فريق يعني اللي يقدر يدير هاد اللعيبه ديال الجوج النهار. واش هي مساله امنيه؟ الله اعلم. المهم اخوتي نتمنى كل التوفيق للفريق الجيش الملكي. وصلنا للختام ديال الفيديو، ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.